والصيد بالحسين ما يحتاج وصيك وخواتك خضر طلعوا به الله لا العين يخليك يا يمه اللي يحمل راية الحسين اللي يحمل لواء الحسين العباس اللواء يعطى للكفر الكريم تقول له يا عباس يا حامل الراية يلبيك يا يمه الكفاية عندي لك ظلت حجاية يا ابن الطيح من زينب عباية الله عطاها زين الله عطاها القدر زين تقول لزمني زينب لزمن منين عباس وطلعني سحقت متنا وعلى الناقة رفعني والله امشى رايته وبيها قطعني وانا طلع وش محلى تضعني لا حد شافني ولا حد سمعني جيت الكربلاء ودهر فجعني العالكم يطقني وقطعني مرت الليالي والايام ذاك اليوم بشرب الحذلم يصيح بشوارع المدينه يا اهل يثريب لا مقام لكم نهايه الصاير بشر قتل الحسين فادمعي مدراه الجسم منه بكربلاء والرجل والرأس منه على القناة يدار خرجت الناس وهي تنادي دف رجوله يا ناس بالله دف رجوله خذوه ينزل عن ذلوله انا اريد سايله واستمع قوله يوم التقوا ذوله بذوله يا باب الحرام يا الصيدله قال اشتقولين يا بنت الحموله على حرب عباس يكبر السيف ويسجدونه او بالحرب كلهم صيدونه بيت اللعن ما بيقلاله فقلت له ام البنين الا انت من تنعى الحسين قال انا جاي اقول قتل الحسين قالوا يا بشر لا تلمها فانها ام العباس فإنها أم البنين قلت لها يا أم البنين أعظم الرجل بجعفر وعان وعبد الله غدا وياهم فرد كون قول التفتت قالت في الفداء لحسين يرحوه فدوى الحسين قلت لها يا أم البنين العباس اشتقولي انحنت كان تحمل طفل على كتفها يقول انهدى المتنها سقط الطفل من على كتفها الى الارض قالت لا تنقرض 7 الأراضين وابقي مثل عباس 70 بس كون سالم راس الحسين يا ببتش ودق على راسه وقال يا حسين يا ابن مصيبتك بتشت الصوبين يا يمه
إذا الحسين انقتل وين زينب؟ قيل لها زينب في دار المولى الحسين. يقول جت الدار المولى الحسين وجدت جارية خادمة منعتها. لماذا؟ قالت زينب اوصتني أن لا تدخل عليهن امرأة عربية حتى لا تشبك ببنات الرسال. قالت أيتها الجارية اذهبي إلى زينب اخبريها. ايش أقل لها امرأة على الباب يقال لها أم العباس. قل لها أم عباس على الباب جدك يا ويل الفقد الأحباب. جدك يا ويل الفقد الأحباب. صاعد يوما الفؤاد تلقنها والله وياي قوما عاونا. عيم البنين راحنا صناديد 4 وبالعرب نفلين. دخلت أم البنين الدار الحسين تقدر تصيح وياها. شو تقول أم البنين وولدا؟ هذا الجواب ما مقبول من هذا الجمع الكبير. وولدا واحد. بعد ايش قالت زينب؟ وأخا نقل زينب بريدك عن راعي المحنة سوى الخواتم المخنة. أدري أبو فاضل غيره يحضنه أنا وأدري ضرب السيف يا زينب إن كان ما راضين عنا لروح الكربلاء وعاتبنا وحرم حليب الرضع منه والله وحرم حليب الرضع حلال عليك يا يما حبيبي ما قصرت ابو فاضل. يا حلال عليك در صدره ودر الذمه يا البيض وجه عند ابو اليمن. أولا إن شاء الله يبيض وجوهنا وإياكم عند أم البنين. يقول زينب لما شافت أم البنين هالشكل التفتت الكربلاء أم البنين تحتضر من الحسين تقول له أبو علي أبا عبد الله لما 4 وأخاف مقصرة أنا تمنيت سالم تجي وترجع للأوطان شابيك جرح 4 يا ابني ولو أعرف ولو أدري بحليب الوفا بعد ربه لك يا حسين والله بعد ربه لك يا حسين تقل الحمد لله يا يما على نصيبه وحلال عليك يا يما حليبي حلال عليك در صدره ودر الدم يا البيض توجه عند ابو تقولها زينب مستحيل تصير مثلك مرتبو يا وفية وخرفت وفرخه ترى ما تقلي للي صدر الشكل. يا الجبت الولاية مشكورة يا أم البنين. خلي أقراكم على ما يوصل خادم الحسين إن شاء الله على ما يوصلنا ولو الأجواء حارة عليكم خلي أقراكم أبيات بحراني وإن شاء الله نشترك فيها جميعا نحن وإياكم. أم البنين يا أم البنين 4 راحة
بني